كشفت تقارير صحفية عن زيادة احتمال عودة ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة في ظل ما تردد عن اجتماع بين خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني وخورخ ميسي والد ووكيل أعمال قائد الأرجنتين، حيث اجتمع رئيس برشلونة مؤخرا مع والد ميسي لمناقشة إمكانية العودة إلى النادي من بين أمور أخرى بينها تكريم الهداف التاريخي للنادي الكتالوني. وأكدت شبكة راديو كتالونيا أن برشلونة يعتقد أن اللقاء الطويل مع والد ليونيل ميسي كان إيجابياً، ما يعني أن هناك اتفاق بين الطرفين بشأن عودة ميسي إلى برشلونة. وأضافت الشبكة أن اعتبار هذا التطور خطوة في الاتجاه الصحيح، بالنظر إلى أن العلاقة بين الطرفين قد توترت بعد رحيل ميسي في عام 2021 إلى باريس سان جيرمان. وأوضحت الشبكة أن برشلونة لا يريد أن تصبح تفاصيل الاجتماع علنية لأنها سترفع التوقعات بشأن عودته مرة أخرى. بينما علق الإسباني تشافي هيرنديز المدير الفني لفريق برشلونة على الأنباء التي ربطت اسم ليونيل ميسي بالعودة إلى الفريق الكتالوني في الموسم المقبل، مؤكدا أن كامب نو هو بيت ميسي المفتوح أمامه في أي وقت. حيث قال تشافي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دوري ال16 لبطولة الدوري الأوروبي اليوم قائلا: أقول دوما أن برشلونة هو بيت ميسي والباب مفتوح أمامه دائما، وسنكون مرحبين بعودة أفضل لاعب في تاريخ النادي في أي وقت. ولم يجدد ميسي تعاقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما فتح باب التكهنات باحتمالية عودته إلى برشلونة مرة أخرى. وتنتظر برشلونة مواجهة صعبة في تمام الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة أمام مانشستر يونايتد، بعد أن انتهت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو بالتعادل الإيجابي 2-2.